يا أصدقائي، هل فكرتم يوما في هذه الأذن الجميلة التي وهبنا الله إياها؟ هي مثل البوابة التي تدخل الأشياء لقلوبنا وعقولنا. اليوم سأحكي لكم لماذا نختار بعناية ما نسمعه، ولماذا قررنا أن نبتعد عن الأغاني ونستبدلها بأشياء أجمل بكتير. 2. فقرة: القلب مثل الحديقة. تبسيط المفهوم: تخيلوا أن قلب كل واحد فينا مثل الحديقة الصغيرة. الكلام الطيب والقرآن وذكر الله مثله المطر والماء النقي الذي يجعل الزهور تكبر وتفوح رائحتها. أما الأغاني، خاصة التي تحتوي على موسيقى صاخبة أو كلمات حزينة، فهي تجعلنا نشعر بالتشويش وتأخذ مكانا في قلبنا كان من المفترض أن يمتلئ بكلام الله الجميل. 3. لماذا نقول عنها لا بأسلوب تربوي؟ أولا، لأننا نريد أن تكون آذاننا نظيفة، لا تسمع إلا ما يرضي الله الذي أعطانا السمع. ثانيا، لأن القرآن يعطينا هدوءا حقيقيا، بينما الأغاني تجعلنا نتحمس بشكل مؤقت ثم قد نشعر بالضيق بعدها. ثالثا، نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا أن نملأ وقتنا بما ينفعنا، والقرآن فيه بركة في الوقت وفي المذاكرة وفي الأخلاق. 4. ما هو البديل الممتع؟ الابتعاد عن الأغاني لا يعني الصمت. الله أعطانا بدائل رائعة: أصوات العصافير والطبيعة الجميلة، الأناشيد التعليمية التي تعلمنا الأخلاق بدون موسيقى، والأهم من ذلك تلاوات القرآن الكريم بأصوات مشايخ نحبهم، تجعل البيت فيه بركة وتحمينا من كل شر. 5. الخاتمة: دعوة للمشاركة. كلما تركنا شيئا لأننا نحب الله، الله سيعطينا مكانه شيئا أجمل بكثير. جربوا اليوم أن تستبدلوا ساعة الأغاني بساعة من القصص النافعة أو القرآن، وأخبروني في التعليقات كيف أصبح شعور قلبكم. شكرا لكم يا أبطال، والسلام عليكم.